حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم. في كل حكاية هنضحك وهنتعلم وهنتخيل مع بعض. جاهزين؟ يلا نلبس طاقية الخيال ونبدأ حكايتنا. في يوم من الأيام كان في بنت صغيرة اسمها سارة بتحب تجمع فلوسها في حصالة صغيرة لونها وردي. لكن الغريب إن الحصالة دي ما كانتش عادية أبدا. سارة حطت أول جنيه في الحصالة وفجأة الحصالة نورت بلون ذهبي، وسمعت صوت خافت بيقول: شكرا يا سارة، من النهاردة كل جنيه تحطيه هيرجعلك هدية. سارة اتفاجئت وقالت: يعني ايه؟ هو انا بحلم ولا ايه؟ تاني يوم حطت 2 جنيه وفجأة الحصالة اتفتحت لوحدها وطلعت لها قلم ملون سحري. سارة فرحت وقالت: دي أجمل هدية في حياتي. بعدها كل مرة تحط فلوس الحصالة تديها حاجة، مرة لعبة صغيرة، مرة شوكولاتة، مرة كارت مكتوب عليه حكمة. الخير اللي بتديه بيرجعلك أضعاف. لكن في يوم سارة جربت حاجة مختلفة، فتحت الحصالة بالعافية من غير ما تحط فلوس. فجأة الدنيا حواليها ضلمت والحاجات اللي كانت فرحانة بيها اختفت. سمعت صوت الحصالة غضبان منها: الطمع مش هيخليكي سعيدة، الخير لازم يكون بإيدك وبقلبك. سارة خافت وقالت: أسفة، مش هعمل كده تاني، أنا هستخدم الحصالة عشان أساعد غيري. وبعد كام يوم سارة قررت تحط فلوسها وتشتري بيها هدايا صغيرة وتوزعها على أصحابها. المفاجأة إن الحصالة نورت بألوان قوس قزح وقالت لها: دلوقتي فهمتي السر الحقيقي، هو إن السعادة بتكبر لما نشاركها مع غيرنا. ومن اليوم ده سارة بقت مش بس تحوش، لكن كمان بتنشر السعادة والفرحة بين كل اللي حواليها. السعادة الحقيقية يا حبايبي مش بس في اللي بناخده، لكن في اللي بنقدر نديه ونشاركه مع غيرنا. حبايبي الحلوين، خلصت مغامرتنا النهاردة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم مغامرتنا الجاية.